اشاعات كتيره بتقول ان فاكهه المغناطيسي احتمال تنزل التحديث دوت، فهل هتنزل فعلا ولا كل دي اشاعات وفي الاونطه يعني؟ فكل دوت هتعرفوا في الفيديو دوت. بس قبل ما نبدا، اللايك والاشتراك بتوعك علشان نبدا في الفيديو. دلوقتي حط لايك واشتراك في القناه الاساسيه والقناه التانية، وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد، واكتبوا لي كلمه بدله حابين انزل عنها، ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، واكتبوا لي كلمه فانوس في التعليقات وحطوا قلب اخضر، وخلونا نكمل في الفيديو. ماشي يا شباب، دلوقتي هنعمل فيديو وهقول لكم ايه الحاجات الجديده والتسريبات اللي هتنزل في بلوكس فروت، او الحاجات اللي سربوها الادمنز وكده، واحتمال ينزل عالم رابع وفاكهه المغناطيس، وهقول لكم كل حاجه عشان تفهموها بالظبط. فاكهه المغناطيس يا شباب اتسرب عنها اكتر من مره زمان، ولكن التسريبات والاشاعات زادت جدا الفتره ديت بسبب حاجات كتيره جدا، واولها المنشور او بتاع اللي نزلوها قبل تحديث الفالنتاين. قبل ما ينزل كان في بتاع كده ماشي، هنا بيقولك الاطلاق العنان للافكار الجريئه والفنانين ومعرفش ايه والرسم في بلوكس فروت. ايه معنى دوت؟ ان هم هيعملوا مسابقه تصميم. يعني ايه؟ يعني واحد يقدر يعمل فاكهه وينزلها، او هو اللي يعمل، يعني اللاعبين هم اللي بيعملوها، هيبقى فيها جوائز روبوكس وكده. الحاجات دي طبعا كلها عن سيرفر ديسكورد بتاع بلوكس فروت ذات نفسه، السيرفر بتاعهم هم. بتدخل ولو انت مصمم او معاك رتبة مصمم او حاجة زي كده تقدر تعمل فاكهة. فما اعرفش بصراحة، جربوا لو تعرفوا يعني، او حد يعرف الطريقة يقول لي تحت في التعليقات. ماشي. عموما يا جدعان، ان اللاعبين هم اللي بيعملوا فواكه، وطبعا فواكه اللاعبين زي ما انتوا عارفين بتبقى جامدة جدا. هتقولي يعني ايه؟ زي ايه مثلا؟ لانهم مش اول مرة يعملوها، عملوها كذا مرة قبل كده، واللاعبين عملوا فاكهة الاوني والسيليستيال والكيتسوني وفواكه تانية كتير، زي I think عملوا فاكهة الغاز برضو من تصميمهم هم. ففواكه اللاعبين يا جدعان بتبقى قوية جدا، او بتبقى يعني حاجات كده جامدة جدا يعني يعتبر. ماشي. طب هتقولي ايش دخل فاكهة المغناطيس بفواكه اللاعبين؟ من فترة كده في ادمن سرب، او مش ادمن سرب، على صفحة بلوكس فروت الرسمية منزلين صورة من فاكهة المغناطيس. هوريها لكم كمان شوية، وخلونا نتكلم بس منها اوريها لكم. عامة يا جدعان، فاكهة المغناطيس هي فاكهة يوستاس كابتن كيد في الانمي، لو انتم متعرفوش. تقولي بس هما مش بيتابعوا الانمي بالظبط، واحنا عارفين دوت كويس. هقول لك احنا عارفين ان هما مش بيقلدوا الانمي بالظبط عشان حقوق الطبع والنشر، ولكن اخر فترة تحديثات بتبين لك ان هما بينزلوا فواكه قريبة من انمي، او بيحاولوا يغيروا فواكه الانمي او كده يعني. ماشي. وهم حاليا منزلين فاكهة مثلا، اخر تحديثات كانت عن البين الليوبرد، وفواكه زي ديت كنترول والحاجات دي. ماشي. والفواكه ديت في الانمي هي يعني فاكهة التنين مثلا والحاجات ديت هي مقاربة جدا لفاكهة كيد او فاكهة لوفي اللي هي المطاط، والفاكهتين دولت هما اللي احتمال ينزلوا. فاكهة المطاط استبعد جدا بسبب حقوق الطبع والنشر، لانهم مش هيرحموهم بصراحة، لان فاكهة لوفي انتوا عارفين يعني عليها اهم فاكهة في الانمي يعتبر. ماشي. والتسريب من اللعبة ذات نفسها، لان في صفحة جيمر روبوت نزلوا في الصفحة الرسمية نزلوا الصورة دي. معنى دي ايه؟ فاكهة المغناطيس هم منزلينها عندهم في الصفحة الرسمية، ولكن متدارية شوية، فمحدش بياخد باله منها. فيعتبر انا اول واحدة اوريها لكم يعني وكده. فحط لايك واشتراك بقى يعني، وفرحني يعني كده، وخلينا نوصل 10,000 في اسرع وقت يعني كده. يلا. ماشي يا جدعان. فحرفيا في اسباب كتيرة جدا تخليني اقول ان فاكهة المغناطيس احتمال تنزل. ماشي. ده غير يا جدعان ان غير موضوع التحديثات القريبة اللي هي بتقولك عن ان فاكهة المغناطيس وكده، لان مثلا او ممكن فاكهة السبيريت بتاعت البيج موم، لانها برضو من الفواكه الكويسة واحتمال يتعمل لها ريورك. فجدعان، فاكهة من الفاكهتين دول هما اللي ينزلوا، بس الأقرب فاكهة المغناطيس، لأنها نزلت في ألعاب تانية كتيرة زي كينج ليجاسي، وألعاب تانية كتيرة زي بتقال يعني مبادئ تانية عن انمي ون بيس وكده. ماشي. فأعتقد إن فاكهة المغناطيس احتمال تنزل. وغير كده هم بقالهم فترة بينزلوا فواكه سبام جدا. فاكهة المغناطيس احتمال كبير تبقى فواكه كومبو، لأنها بتثبت، ومعروف إن حركاتها بتثبت جدا يا جدعان. وبما انها فاكهة المغناطيس فهم يقدروا يغيروا فيها عن الانمي، لانها حاجة اللي هو ايه عامة كده، اللي هو مغناطيس برق مية كده، الحاجات دي مش مثلا فاكهة المطاط اصلي، يعني حاجة مش متعودين عليها، فاهم؟ فالقوة ذات نفسها يقدروا يعدلوا عليها ويغيروها ويخلوها مش شبه الانمي بالظبط عشان ما ياخدوش حقوق طبع ونشر. فعشان كده برجحها ان هي اكتر فاكهة احتمال تنزل.
فيعني دي وجهة نظر يا جدعان، اكتبوا لي انتوا شايفين ايه في التعليقات. والعالم التالت او العالم الرابع قصدي هنجيله كمان شوية ماشي. فدي الفواكه اللي انا برجحها ان هي تنزل. وبصراحة الفواكه التانية مثلا زي يكون الفينوم او كده، بصراحة حاسس ان هي مش تنزل في الفترة اللي جاية دي خالص، لان هما حاليا مش بيركزوا في الحاجات ديت او كده. واللي بيتفرج على الانمي فاهم انا قصدي ايه. قصدي مثلا الليوبرد، او مثلا يعني مثلا هم عدلوا على فاكهة التايجر ماشي علشان ظهرت في الانمي، عدلوا على فاكهة البين عشان ظهرت في الانمي، عدلوا على فاكهة كنترول عشان ظهرت في الانمي من قريب، عدلوا على فاكهة التنين عشان ظهرت في الانمي ماشي. ولكن هم بيغيروها، مش بيخلوا الفاكهة شبه الانمي بالظبط عشان ما ياخدوش حقوق طبع ونشر، لكن هم ماشيين مع القصة. فاهمين انا قصدي ايه يعني؟ فديت هي النقطة الوحيدة اللي انا قصدي عليها ماشي. وبس كده يا جدعان، خلونا ننتقل لموضوع العالم الرابع. ايه هو العالم الرابع يا كيو؟ وهل في عالم رابع بجد والكلام دوت؟ فانا مش عايز اضايقكم يا جدعان، ولكن العالم الرابع ما اعتقدش ان هو هينزل الفترة ديت. يعني هو حاليا مش هينزل، يعني مش التحديث اللي جاي ولا اللي بعده، ممكن اللي بعد اللي بعد اللي جاي، ولكن هو هينزل السنة دي 100%. ودوت مؤكد جدا من الادمنز. وانا جايب لكم تسريبات توريكم العالم الرابع ممكن يبقى شكله عامل ازاي، يعني هتوري لكم بس، لكن هي مش تسريبات مؤكدة، او يعني مش قصدي ان هو هينزل التحديث اللي جاي. لكن فاكهة المغناطيس هي الحاجة اللي انا احتمال تنزل التحديث اللي جاي، ومفروض يعني تجهزوا لها وكده، او معرفش يعني تجهزوا لها ازاي، ولكن بوريكم كل حاجة جديدة يا جدعان ماشي. فهقول لكم دلوقتي ايه اللي هيحصل في العالم الرابع او كده. زي ما انتم شايفين يا جدعان، هنا في اللعبة منزلين جزيرة تحت المية، واللي هي جزيرة الميراج التانية على حسب كل الناس، يعني ما اعرفش بصراحة اسمها ايه، او خلينا نقول الجزيرة تحت المية. الجزيرة تحت المية ديت يا جدعان هي جزيرة مستوحاة برضو من الانمي، لان في الانمي يا جدعان لو تشوفوا ان هم دخلوا البحر الجديد او العالم الجديد عن طريق البحر او عن طريق جزيرة البرمائيين. فدوت حاجة شبه كده، يعني هم برضو مش بينسخوا حرفيا. ولو جينا هنا هنلاقي ان في حطام وحاجات زي كده، فاحنا ما نعرفش ايه اللي حصل هنا، ولكن انا متأكد ان بلوكس فروت بيحاولوا يعملوا حاجة جديدة. وبما انهم مهتمين بالبحر يعني الفترة ديت، فاعتقد ان الانتقال يعني عن طريق البحر، او هيبقى عن طريق سفينة غواصة او حاجة زي كده، وهيبقى في عالم تحت المياه. وانا متأكد من حاجة زي ديت يا جدعان، لان بلوكس فروت بيجهزوا التحديث دوت بقالهم كتير، وعمالين ينزلوا عنه تسريبات وكده، فاكيد هيبقى عالم جامد يعني. فزي ما انتم شايفين كل ما بتنزل في البحر اكتر كان بتقرب من جزيرة البرمائيين اكتر او كده، يعني زي في الانمي. فانا شايف ان المدخل هيبقى من هنا هو يا جدعان، وهيبقى عن طريق غواصة او الراجل اللي فوق دوت في جزيرة التيكي، هو اللي هيخلينا ننتقل للعالم الجديد ده. غير ان في ريس تعبان. طب هتقولي طب والعالم الرابع دوت متأكد من ان هو ينزل او كده يعني؟ هقول لك متأكد. هتقولي ازاي يعني يا كيو؟ هقول لك لان اوزوس نزل تسريب او نزل صورة. عارف اوزوس ده طبعا يعني من ادمنز بلوكس فروت وادمن موثوق، يعني نزل عنده زي تصويت كده في المنتدى عن قناته، وقال عايزكم تصوتوا ايه اكتر حاجة انتوا عايزينها، والعالم الرابع كسب بنسبة 90%. فهم يا جدعان بقالهم كتير جدا بيجهزوا له عشان ينزل. فاكتبوا لي توقعاتكم برضو، وهل العالم الرابع هينزل في الفترة القريبة ديت؟ فانا شايف بصراحة يا جدعان ان هم يعني بعد ما جهزوا يعني وكده، فهم هينزلوا الفواكه الاول، واول فاكهه هي المغناطيس. ففاكهه المغناطيس يا شباب لو عايزيني اتواصل مع الادمن او احاول اتواصل مع الادمن واجيبها لكم واوريها لكم، فاكتبوا لي تحت في التعليقات. وسلام، كان معاكم كيو ليفن. لايكك واشتراكك بقى عشان تفرحني كده وتفرح انت كمان، ويعني مش هتخسر حاجه يعني. واللي كمل الفيديو لحد هنا انت معلم يا اسطى، واكتب اللون الاخضر عمك. بس كده لاي حد بقى ماشي. وبس كده، سلام.